وكشفت وزارة الداخلية عن إنتاجها لعربات أمنية مدرعة بمواصفات عالية نوع بأس واحد. وأكد وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي خلال تدشين دخول عدد من العربات المدرعة الخدمة أن العربات المدرعة بأس واحد تم تصنيعها بخبرات وأياد يمنية بالكامل، مشيرا إلى أن العربة ذات جودة عالية ومصممة للخدمة في العمليات الأمنية المختلفة. ولفت إلى أن افتتاح وحدة التصنيع الأمني بوزارة الداخلية جاء تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، مؤكدا أن وزارة الداخلية ماضية لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار البناء والتطوير. فيما أوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة لواء الركن رزق الجوفي أن الوزارة تعمل جاهدة على تجاوز الصعوبات، وقد تحققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات ومنها مجال التصنيع الأمني، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات النوعية. بدأنا بإنتاج هذه المدرعات تابعة لوزارة الداخلية، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات، وإن شاء الله يتطور الوضع ويصبح خط الإنتاج كبير وقوي وفاعل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى رغم كل الصعاب والتحديات، إلا أننا سنواجه هذه التحديات والصعاب وسنبرز للعالم إن شاء الله أننا أمة تستطيع أن تقوم بنفسها وتعتمد على نفسها وإن كانت في أصعب الظروف. هذا اليوم الطيب وإشراقة طيبة يقال بأن الحاجة ولية الاختراع، وإحنا بحكم الحصار وبحكم الظلم الجائر من قبل العدوان نستطيع أن نوصل إلى أفضل الظروف وأحسن الصناعات، وهذه أولاهن. الداخلية سباقة في كثير من المسائل، سباقة حتى فيما يتعلق بالسلاح فالحمد لله على ذلك، وهو سلاح يعتبر يعني من الأسلحة الحديثة وبأيادي يمنية وصناعة يمنية 100%.